مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هو على الاقل احسن من توم كروز. انا هقدر اديك اسم جديد. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده هنتكلم عن فيلم المشروع اكس بطوله كريم عبد العزيز واياد نصار وياسمين صبري. قصه الفيلم بتتكلم عن بعد ما يوسف اللي بيقوم بدوره كريم عبد العزيز بيتم قتل مراته واتهامه في قتلها عشان قرب يوصل لسر خاص بالهرم الاكبر، بتجيله فرصه ان هو يبرأ اسمه ويوصل لاكتشافه، بس لازم يخوض الكثير والكثير من المغامرات المجنونه. وهنا بتبدأ المغامره. اولا الايجابيات، بحب اما اجي اقول الايجابيات خصوصا فيلم زي ده اقول الحاجات اللي الفيلم خاطر فيها وحاول يعملها بعيدا عن المخاطره دي جابت نتيجه ايجابيه ولا لا، لان الفيلم جرب حاجات كتير وللاسف حاجات كتير من الحاجات اللي جربها ما نجحتش، بس دوره في ان هو يجرب حاجات جديده دي حاجه لازم نقدرها برضه. الفيلم فيه جوانب دراميه كتير مثيره للاهتمام، الفيلم فيه اداءات تمثيليه حلوه جدا خصوصا من كريم عبد العزيز، في مطاردات مميزه، في اكشن مثير للاهتمام ومختلف فعلا. انت تقريبا دخلت فيلم ناشونال تريجر مع فيلم فاست اند فيوريوس مع فيلم ميشن امبوسيبل وطلعت النتيجه دي، مع طبعا سينماتوجرافي مميزه وهايله جدا. التصوير في الفيلم ده حلو جدا، انا بالنسبه لي سواء عملت كادرات وسينماتوجرافي منقوشه من حاجات مختلفه، طالما عملتها حلو ولايقه على اللي انت بتعمله خلاص بقت بتاعتك يا معلم عيش. نيجي لتناول القصه، للاسف عوزت تقدم حاجات كتير مختلفه بس الدنيا وسعت منك سيكا. انت في فيلم واحد يا فاجر يا قادر، عامل اكشن، عامل دراما، عامل سيكا رومانسي، عامل الغاز، عامل كوميديا. ايه انت مشيت فور جاد سيك على قتل الرحيم، ماشي باستحياء كده في الفيلم، اللي هو كل الحاجات دي عايز تتناولها في فيلم واحد؟ ده انت محتاج مسلسل 11 جزء على الاقل. ولكن كونك شايل كل الحمل ده وعوزت تقدم كل الحاجات دي في فيلم، ده يخليني اقدرك، بس مش هتعاطف معاك اما تتمزق. بالنسبه للسلبيات، اولا المعارك اليدويه تصميمها وحش جدا، والمميز في الموضوع انها مش كتير الحمد لله يعني، ولكن المشهدين اللي فيهم معارك يدويه باينه قوي، البنيات باينه قوي انها هي فيك، حاجه صعبه يعني. بالنسبه للشخصيات، انت عندك شخصيات كتير تاريخها مش واضح، ماضيها مش كويس، يعني انا مش عارف انت بتعمل ايه، ولكن في وسط الغاغه اللي انت عاملها دي ده طبيعي للاسف. نيجي بقى لفكره انك انت تتناول افكار كتير وما تديش حق اي فكره منهم. يعني انت عملت افكار كتير حلوه، ولكن من كتر ما هي كتير انت معرفتش تدي ولا فكره حقها، فالفيلم طالع ما فيهوش ولا حاجه مميزه. انت مش جاي تحقق احلامك كلها في فيلم واحد، يعني حضرتك قانون القصور الذاتي ضدك اصلا. انا مش عارف هتعمل كل ده في فيلم واحد ازاي؟ محدش بيعرف يعمل كل ده في فيلم واحد غير تارانتينو، استسلم. انا بالنسبه لي كنت تستثمر في الدراما اللي انت ما اديتهاش وقتها خالص وحسست عليها وسبتها، والالغاز ده كان كافي جدا. انما كمية الحاجات اللي انت تناولتها في الموضوع بالكوميديا بكل الحاجات دي كانت ناجحة في وقت كتير، بس ما تخلينيش اقدرك، يعني ما تخليش حاجة تعيش ولا فكرة منهم تم استغلالها بالقدر الكافي. اخيرا الفيلم كتجربة سينمائية مصرية مثير للاهتمام جدا ومؤثر واكيد خطوة لقدام. الفيلم متوسط جدا، الفيلم اقل من التوقعات، كل الحاجات دي، فعشان خش وانت مقلل توقعاتك شويه هتتبسط. بس كده، لو عجبك اللي احنا قلناه دوس لايك، لو عندك رأي تاني اكتبه في التعليقات، اشترك في القناه وشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وخش شوف الحلقات القديمه يمكن تعجبك.